البوست تاعو يعطيه هذاك الهدوء. اونيكا سيسدد ركلة منتخب نيجيريا. شكون هذا؟ وسجلها اونيكا، يسجل لمنتخب نيجيريا. مهم جدا تسجل اول ركله امام حارس كبير هو الحارس بونو عمار. هذا من الناحيه النفسيه اللاعبين تاع نيجيريا من الناحيه النفسيه ممتازه جدا. سجل ضيع، واش قلت لك؟ ركلة الجزاء، المغرب يضيع ركلة الجزاء. قال لي باللي يضيعها، حنا الحكم عنده ما يدير يا اخي، ما يقولوش عاودها. لا يعاودها. منتخب نيجيريا يضيع، واديمولا لقمان، لا ماشي اديمولا، هذا اللاعب قلت لك يا عمار انا كي شفتو دخل في دقيقه 119، كي شفتو دخل في دقيقه 119 قلت لك يا عمار اللي يدخلوا في دقيقه 119 باش يتيروا ركلة الجزاء 90% يضيعوا، وراه ضيع تشوكويزي. دوكا بونو عاود رجع للمنتخب المغربي، ضيعها برا ولا جبدها بونو؟ عاود رجع سددها بطريقه، وكان راه يلعب في يعني في حومته عمار. لا ماشي هكذا، غير مقبول تماما تسدد بهذه الطريقه. دار له تمرير، هذا ماهيش تسديد. دونك باشيرو لاعب اللي دخل في شوط المباراه الثاني، اللاعب رقم 10 سوف يسدد في هذه اللحظات امام صافرات الاستهجان ل 65,000 متفرج، ويسجل باشيرو يسجل، والنتيجه متعادله عمار. هكذا هدت الامور 3-2 ضيعوا واحده. دوكا الامور هي هدات شويه. دوك مازال ضغط كبير للاعب المغربي، لا الضغط على اللاعب المغربي. هنا اللاعب المغربي اللي راح يسدد ضغط كبير جدا عليه، واشرف حكيمي التسديده الرابعه لاشرف حكيمي. ننتظر نوابالي من جهه، حكيمي من جهه، فيس تو فيس. نوابالي يعرف حكيمي جيدا بطبيعه الحال، حكيمي عنده الخبره طبيعه الحال اللي يقدر يسير هذه الامور، لكن ركله الترجيح ما تكفيش الخبره، فيها التوفيق، فيها الحظ، فيها مهاره الحارس. برونو ضيع بنسبه كبيره المغرب في نهائي كاس سجلوا خلاص ضيع. سجلوا خلاص. نعم، وقدم مباراة كبيرة. الظهير الأيسر اللي قدم مباراة كبيرة ضيع أمام بونو في ركلات الترجيح في مباراة النصف النهائي اللي تجمع حاليا بين المنتخب المغربي ومنتخب نيجيريا، والحارس هو اللي صدها. حتى طريقة التسديد غريبة جدا عمورة، طريقة التسديد وكأنهم يتدربون في حصة تدريبية. شفت اللاعب اللي ضيع التسديدة اللي هو تشيكويزي، وهذه التسديدة للاعب الظهير الأيسر تسديدات يعني غريبة. والمنتخب المغربي يسجل الركلة ويتأهل رسميا إلى نهائي كأس إفريقيا، وسيواجه منتخب السنغال، والمهاجم النصيري يسجل الركلة الأخيرة عمورة نهائي السنغال والمغرب. كما داروا من الأول انهم داروا ملي المنتخب المغربي ما يلاقيش المنتخب السنغالي الا في النهائي. نظن بلي المنتخب المغربي والسنغال في النهائي راح نشوفوا ممكن مقابله لا باس بها، وهارد لك لمصر ونيجيريا، ومبروك المنتخبين اللي راح يلعبوا النهائي. ونظن بلي كان منتظر عند الكثيرين النهائي هذا. نهائي قوي بين السنغال والبلد المنظم المغرب في هذا المباراة، لأنه السنغال حتى منتخب قوي جدا عمور.